هذه النقطة الوحيدة اللي كنقول الوليد الركراكي الله يسمح لك. وايضا كنشوف انه اللاعبين خصنا نعطيهم واحد الكريديت كبير. ربما القياس ديالو باننا كنتفكروا به لاعب بحال بوسكيس. مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو اليوم ما قبل المواجهه ديال المغرب واسكتلندا، واللي سبيسيال في هذا الفيديو انني غادي نكون ماشي بوحدي. هذا الفيديو غيكون اول فيديو كولاب معايا. الضيف ديالنا معايا اسماعيل من عليا غاديو، صحفي رياضي ومحلل ايضا كروي. اسماعيل مرحبا بك. مرحبا أديب، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين ديالك، وكنتمنى إن شاء الله يكون المعنويات عالية، خاصة خصنا التفاؤل خاصة في ماتش مهم، وإن شاء الله يكون فاتحة والبداية الحقيقية ديال المنتخب الوطني المغربي في المونديال، علاش لا نمشيو لأبعد نقطة ممكنة. هادشي اللي كيتمنى كلشي، وهادشي اللي غنبغيو نشوفوه. غنبغيو نشوفو ايضا حاجات جديده مقارنه بالمباراه ديال البرازيل اللي كان فيها لعب، كان فيها بزاف د الحاجات، ولكن غادي ندخلوا دابا اجواء المباراه ديريكت. اسماعيل، قبل ما ندخلوا المباراه ديال اسكتلندا، اعطيني رايك في المباراه اللي كانت ضد البرازيل بالتفاصيل ديالها، لك الكلمه. أديب بديتي يعني رجعتينا للماتش ديال البرازيل اللي بصراحة أنا راضي، باش نكونوا كما حنا كلنا راضيين على الأداء اللي تقدم، ولكن ما نكذبش عليك، أنا بالنسبة لي كنميل أنني نكون نتفوق يعني في أداء ونتيجة. من المشاكل اللي ربما صادفناها في الماتش ديال البرازيل اننا كنوصلوا بزاف لدرجه اننا صراحه خاصه في الشوط الاول، وكما كتقال في بالعاميه سكننا في المناطق الجزاء ديال البرازيل. محاوله من هنا محاوله من هنا، واحد التسديده دابا مازال قدام عيني، ما كنقدرش ننساها ونتخطى، هي ديال العناوي. اصاحبي ضرب ضرب. دوماج، ضربه خفيفه، ولكن اذا هضرنا على المنتخب الوطني المغربي بين انه عنده ديك الشخصيه ديك الكاركتير، هاد الجينيراسيون باختلاف الكلي ديال الستيل اللي كان في 2022 الستيل ديال 2026، ولو جو اللي كتلعب المغرب راه مبدل بزاف، ولكن مازال ديك الشخصيه كتحس بلي ان المونديال شي حاجه اللي حنا كنلعبوها، شي حاجه اللي حنا مولفين عليها، والوصول المتكرر والمحاولات من هنا وهنا خلتنا اننا نامنوا بهذا المنتخب واننا عطينا مؤشرات رائعه. لكن المشكل الحقيقي اللي ربما خصنا نخافوا منه تا هو كذلك، هو اننا بعض الاخطاء في التموضع، لا في الديفونس لا في الفراغات اللي كنخليهم احيانا في العمق. بزاف د لي كيسيون كاينين، وشوف، واللي عاجبني انا شخصيا في وهبي انه ما خرجش وقال صاي عملنا ماتش مزيان وصافي وداز، لا، قال ان كاين امور خصها تصلح، والامور اللي واضحه واللي قال لك انا تخدم عليها حتى فعلا. ما خصناش تكون عندنا ديك العقليه ديال اننا تعادلنا مع البرازيل كنا احسن من البرازيل سيتو، راه بحال يربحنا فينالمون كما قالوا لعبة المنتخب. وهذه برافو لهاد العقليه اللي كاينه دابا، لانك فاش كتشوف سبوره الترتيب كتشوف ان ليكوس راه هما الاولى 3 نقط، بينما حنا عندنا هي نقطه. يعني ما كيهمش واش تكون لعبتي مع البرازيل ولا هايتي، ديتي هي نقطه واحده. يعني مازال البدايه كما قلتي، وان شاء الله علاش لا اليوم اذا كان الرباح فراه غيكون دفعه كبيره لنا. كيف ما قلتي متفق معك في ماجوريتي داكشي اللي قلتي، من غير النقطة ان مثلا نقطة وديال اللي هدرتي على الترتيب، فكنظن انك خصك عاوتاني تهضر بواقعية، وماشي بطريقة اللي زعما انك تقول ان نقطة هي نقطة وثلاثة هي ثلاثة. من ما لعبتي مثلا، اذا لعبتي مع هايتي وجبتي نقطة واحدة، فراه غادي تشاف بواحد الطريقة ديال فشل، على انك اذا جبتي نقطة ضد منتخب بحال البرازيل. بالنسبة للعمل ديال وهبي، كيف ما ذكرتي ان اشياء باقي خصهم يتصلحوا، هذه متفق معك فيها. وايضا كنشوف انه اللاعبين خصنا نعطيهم واحد الكريديت كبير، انهم قدروا انهم يفهموا الافكار د وهبي في واحد المده وجيزه. وهبي ما بقالوش هذه بزاف. كاينه نقطه خطيره وهضرتي عليها ومميزه، حتى قليلين اللعابه اللي قادرين انهم يستوعبوا افكار المدرب فتره وجيزه. يعني حنا كنهضروا على ثلاث يعني شهور اذا التجمع هضرنا. الثاني هذا مم. بالحساب. يعني عملنا واحد التجمع قبل المونديال، وهذا التجمع دخلنا في المونديال صافي. متفق يعني معك. باش بهذه الفتره القصيره انك تستوعب، وعاد باش نكونوا واقعيين باقي السيل دواليد كان واضح، اه كان يعني تقدر تبراتيكي في وقته. يعني نيشان تعمل لي زيتود ديال الديفونس، يعني توقف الخط وتخدم على ديك الانماط. ولكن اذا هضرنا على على المنتخب ديال وهبي، الافكار ديال وهبي ربما التعقيد ديالهم كبار وصعابين، يعني بالاستيعاب خصك تكون لعبتي في لوط نيفو عارف شنو اه كاين، وفي جيل صغير
راه تبارك الله عليهم، يعني طريقة الاستيعاب والتطبيق يُحسب لهم أنا عجبني شخصيًا هذا المنتخب، وكنتمنى له كل خير، ولكن أديب، ولكن l'efficacité أخاي، الشبكة. أنا كنقول لك باقا كرة العناوي ما زالت أنا شوف، غنعلّق لك على واحد النقطة قبل ما ندوزو أديب. بالنسبة لي النقطة هي النقطة فريمون راه البرازيل، ولكن كان ممكن أننا نلعبوا مع هايتي وندومينيو اللعب بنفس الطريقة ونوصلوا إلى آخره، ولكن كان فينالمون راه غيكون نفس النتيجة. يعني أنا بالنسبة لي بحال اللي لعبت مع هايتي غنلعب مع البرازيل، حيت هذه دابا صافي شخصية المغرب، ولكن الواقع أننا باقا ما ربحناش. الربح الأهداف. متفق معك جزئيا في هذه النقطه. انا الراي ديالي بالنسبه لهذه النقطه قلته لك. نبقاو في الموضوع ديال ليفيكاسيتي قبل ما ننتقلوا نوهبي كمدرب وكيف كتشوف الافكار ديالو وداكشي. نبقاو في ليفيكاسيتي. بالنسبه لي لك ليفيكاسيتي شنو السبب ديالها اولا؟ انا بالنسبه لي نعطي رايي فيها ان ليفيكاسيتي لاعبين ديال المنتخب المغربي اذا جينا نشوفوا، فابراهيم اللي هو النجم ديال الهجوم ديال المنتخب، فابراهيم شخصيا كيفتقد ليفيكاسيتي. اذا جينا الاحصائيات ديالو في مدريد هذا العام ماركا اهداف قليله، في الهدف الوحيد اللي ماركا في الدوري جا في الجوله الاخيره ضد بيلباو، وماركا هدف ضد كايرات الماتي كان في شهر 9، ولاعب اللي ماشي هداف. اذا جينا للصيباري فلاعب عنده تكنيكمون، عنده تكتيكمون، كيقرا التيغام مزيان، كيقرا فين يوقف، ولكن حتى هو ماشي نف، وحتى هو ما عندوش ديك النزعه ديال التهديف، انه كيف ما كنقولوا حافظ الشبكه. مثلا اذا هضرنا على امثله كثيره بلا ما نعليو النيفو ندوزو مثلا هاري كاين وديك الاشكال، نقدروا نهضروا على مهاجمين بحال اللي كنقولوا اي مهاجم هضرنا عليه. مثلا نهضروا على مهاجمين حنا مثلا نسيبوا امثله غير من الدوري الاسباني، مثلا نقولوا مهاجمين بحال اسباس، بحال لاعبين، ديك اللاعبين كيف ما كنقولوا بالميم وبالعاميه، دوك المؤسسين هذوك ديال ديك اللعب، كيكونوا حافظين الشبكه. انا اللاعب كيشبر كره كيتورينتي كيدور عارف الثغره فاين. واذا مشينا للجناح الايسر فغنلقاو نفس الشيء، الخنوس تكنيك مو مزيان ولكن ما عندوش ديك النزعه التهديفيه. اما المنتخب انا كنشوف النقطه اللي يقدر يستغلها بالنسبه من ناحيه ليفيكاسيتي هي الدوزيام ليني ديال اللاعبين د الوسط، انهم يتيروا من بعيد. العناوي عنده الكاليتي في هذه، فالتير اللي تينا بحال اللي قلتي باقي كتفكروا دابا اللي باراه اليسون، هذاك بالنسبه لي راه تشاط بواحد الطريقه مزيانه. كان صعاب على اليسون في اخر المطاف حيت الكره ضربت في الارض ورجعت تعلات، وايضا كان يمكن تستغل ملي رجعت. فديك الكوار في المهاجمين خصهم يكونوا بالنسبه لينا دائما المهاجم اللي كنعطيه واحد الكريديت وكنعطيه واحد كنهضر عليه مزيان، هو المهاجم اللي كيبقى يتبع كوره. واي لاعب مثلا كيبقى يتبع كره حتى اخر المطاف. ابرز مثال كيف ما كانوا كيقولوا على بيلينغهام انه كيتعجبوا الشيطه، فانا كنتمنى من اللاعبين انهم يفهموا هذه الفكره، ان ديك الشيطه راه تقدر تجيب منا بزاف د النقاط وبالنسبه لي هذه بزاف د النقطه خصها الأهداف. تستغل. شنو رايك بهذه الناحيه ديال ليفيكاسيتي خاي اسماعيل؟ بصراحة شوف واحد الحاجة ربما بزاف كيهضروا عليها وكنقولوها كميمز، ولكن راه بصح هذا نداء عاجل للزمكرية ديالنا. ولدونا شي ناف الله يحفظكم. راه محتاجين شي ناف للاسف. شوف هذا المنتخب كتشوف، وهذا شوف مشكل كاين حتى في الفئات السنية، مازال ما كتلقاش ديك الناف اللي صاب. شوف اباغ الزبيري اللي كان عطانا واحد الامال، كنا نتمناو، كنا محتاجين واحد بروفيل بحال هذا في المونديال. باش دابا كتشوف مزيان اننا عندنا فكره فوناف، مزيان ان السيباري عمله بديك الدقه، واخا هو باش نكون واقعيين راه نيميرو 10. السيباري معروف شنو ممكن يعمل، ولكن بالنسبه لي باش انك تعملو كمهاجم وهمي وتعول عليه باستمرار، راه صعيب انه يكون زعما يعطيك واحد المعدل عالي ديال الاهداف. ولكن واقعيا كنفتقدوا للتسعود. انا ربما عندي امل بسيط في هذه النسخه، ما عرفتش واش اتفق معايا اديب، في رحيمي بروفيل اللي متنوع واللي كيقدر يلعب في شتى من الاماكن في الهجوم. يعني كيقدر يلعب في لي كوتي، ممكن انه يلعب في البروفون وكيطلب الكره بشكل ذكي، وميم طون كيجيب لي بينالتي وكيخلي اللعابه اللي ضدو يغلطوا. وحنا شفنا التحكيم ديال هذه الفيرسيون سيفير، وكيتصفروا بزاف. يعني انا بالنسبه لي نستافدوا من هذا البروفيل ديال اخي هذا اللاعب. اسماعيل، دوماج. بالنسبه لهذه النقطه هذه اسمح لي قطعتك. كنشوف ان واه الامل بالنسبه لي في هذا المركز هذا كان كاين في حمزه ايغامان. بالنسبه لي كنت عاطي على دوماج. امل. شوف
انه كمان يقدر يكون في هذه انا هذه المناسبة النقطه هذه، الوحيده، ولكن اسمح لي انقطعك، واخ. هذه النقطه الوحيده اللي كنقول للوليد الركراكي الله يسمح لك. نيشان، الله يسمح لك. علاش؟ انت عارفو ما وجدتش كان كنت ممكن صافي خلي السيدي يوجد، ما كانش بالضروره انه يلعب اصلا ديك الدقائق ديالو في الفينال، اساسا قرار اسماعيل عشوائي بزاف. حتى ديك الدقائق اللي لعبوا حمزه ايكامال في الكان، باش نكونوا واقعيين ما كانوا، علاش خاصه ديك الفينال من اكثر القرارات العشوائيه، وديك التبديل لي شونجمون اللي كنت شفتو ديال وليد الركراكي فينالمون خلانا لاعبين ناقصين في الاشواط الاضافيه. فراه كنعاودو ونكررها، الله يسمح لك يا وليد الركراكي، ماشي اننا ضيعنا في ديك الفينال الحمد لله بالاحداث اللي وقعوا فيه الى اخره. جا القرار القانوني واللي نصفنا واللي عطانا الكان، لكن الواقعيه انك ظلمتي واحد اللاعب لانك ضيعته في ما تبقى من السيزون ديالو مع اه ليل، او ميم طون ظلمتينا اننا ما قدرناش نستافدوا منه في المونديال. فاذا كان شي واحد اسماعيل جاني في القصه ديال حمزه ايكامان فهو وليد الركراكي بالمقام الاولاني. اسماعيل النقطة الأخيرة بالنسبة للناحية الهجومية وهادشي، بغيت نهضر على واحد اللاعب اللي ما عليهش الإجماع بتاتا. كاين اللي كيشوفو مفيد، كاين اللي ديريكتومون كيشوفو أنه ما صلحش يلعب كورة أصلا، اللي هو يوسف نصيري. أنا النقطة ديالي واه. بالنسبة ليوسف نصيري، بالنسبة لي لهذا المونديال هذا، فهو نوع ديال المهاجم اللي يمكن أنك تحتاجه بزاف ديال لي كونتكست، خصوصا علما انك مثلا اذا جينا نشوفوا الكوار اللي هاد النقطه مهمه وباقي ما ذكرناهاش على حسب مباراه البرازيل، حتى ننتقلوا نوهبي ونشوفوا اللاعبين اللي كيعتمد عليهم وديك الشيء. عندك مثلا لاعب بحال بونو اللي برجلو كيف ما كنقولوا ماشي ديك الكاليتي اللي عند بزاف الحراس برجلو، كوار كيسيبهم بزاف طوالين. اذا تينا غادي تعتمد على هذا اللاعب فالنصيري يقدر يعاونك بانه يشبر دوزيام بالون يحارب عليه مع مدافعين اللي كانوا بحال جابرييل وبحال ماركينيوس اللي قويين في الهواء، وانك غادي ترتاح مثلا لاعب بحال الصيباري. وبالنسبه لهذه باش النقطه نتفق هذه معك في هذه النقطة، تكمل أديب وندخل باش اه نعلق لك على هذه النقطة. بالنسبه لهذه النقطه هذه ديال النصيري، نقدر نشوف انها عندها عيوب وعندها ايجابيات ديالها، ولكن اخر حاجه باغي نقولها قبل ما تينا تهضر ونشدوا هذا الموضوع هذا اللي قلتي الفونوف. فبالنسبه لي الفونوف اذا جينا نشوفوا الامثله، فبالنسبه لي لك كنظن ابرز فونوف داز عاصرناه وشفناه انه لعب فونوف اللي هو ميسي، اللي طبعا و- ما كنقارنش المستويات لان مستوى بعيد، ولكن حتى ميسي ملي كان كيلعب فونوف كانوا حداه لاعبين كيقدروا انهم يماركيو. دابا السيباري ما سي سا هذا الاجنحه خصهم ربما هذا يكونوا الكومباريزون. هدافين. صحيح، ربما هاد الكومباريزون هي اقرب حاجه للواقع. فاش كنشوفوا ان لي جوور اللي تلعبوا انهم يقدروا انهم يكونوا فناف، كانوا معاهم ديال الاجنحه او ميم طون لعابه يعني قادرين انهم يماركيو كما قلتي. ونرجع للنقطه مثلا ديال ميسي. ميسي في البارسا راه كان حدا واحد السيد فنان في تسجيل الاهداف، راه كان كيماركي بشي وضعيات مجنونه. كنهضر على نقطه بيدرو، راه من اللعابه بالنسبه لي، وديجا كنا ناقشنا اسم بيدرو من اكثر اللعابه المظلومين في الناحيه الاعلاميه. وراه هو اللي كان كيفيد ميسي في هذا الدور. هاد ما الأم... نساوش او ميم طون اننا اذا عملنا اسقاط على لاروخا 2012، راه كان توريس في الاحتياط، فيا ربما كان ما كانش كانوا كيلعبوا بست لاعبين في دروك اليورو. فشكون اللي كان كيطبق هذا الفكر؟ فابريغاس. فابريغاس. ولكن ملي كنشوفوا اللي حداه كنشوفوا سيلفا كي ماركي، كنا كنشوفوا بيدرو كي ماركي. هذا هو التنوعيه المطلوبه. وعاد كانوا فما عندك كيكونش واحد عندك ناس. وي. عاد كانوا كيكونوا عندك واحد النوع ديال اللعابه اللي كيف ما ذكرت انهم كيقدروا يجيو من الدوزيام لين ويتيريو من بعد، وانك وي. تستغل هاد النقطه. بالنسبه وي عليها لهاد هضرت على نقطه دافيد سيلفا. وحتى لاعبين اخرين نقدروا نذكروا الامثله بحال تشابي الونسو، بحال تشابي، بحال انيستا. انيستا الى اخره. وي المهم نساليو هاد النقطه هادي، ندوزو للنقطه ديال وهبي، نمروا لها بسرعه. تينا لحد الساعه عارفك ان وهبي كيما كل شيء، والابرز الناس اللي كيف ما كنقولوا ماشي مشجعين للمناسبات كيعرفوا ان الحكم على المدرب ما كيجيش حتى من البطوله الاولى. فوهبي ما تقدرش تحكم عليه حتى من هاد كاس العالم كامل. وحتى اوكا وهبي مشى وصل للفينال كاس العالم، فما تقدرش تحكم عليه حتى مزيان حنا ولا كنهضروا خايب، على حيت خص بروجي. المده، خص بروجي وخص مشروع، وكتشوف كيف مشى هذا المشروع، وبزاف د الحاجات اللي من غير هما النتائج اللي بزاف د الناس كتشوفها هي الاهم. وعموما نقدروا حنا نمشيو مع ان النتائج هي الاهم، ولكن كاينين حاجات اخرين. ندوزو للاعبين بسرعه. غنعطيك في هذه الفقره غندوزوها دغيا، غنعطيك كل لاعب في ال11 الاساسي المنتخب الوطني اللي يمكن كنتوقعوا انه يلعب. انت غتوصفوا لي بكلمه واحده لحد الساعه. وي.
نبداو من الشباك بياسين بونو. عملاق. نمشيو افضل لاعب في تاريخ الكره المغربيه بالنسبه لي. وكنظن حاجه باينه من غير اللي بغى كيف ما كنقولوا بالعاميه انه يتخيبر علينا ويبان زعما راه فاهم، اللي هو اشرف حكيمي. تي جي في. ندوزو نقولوا بالدفاع اللي بروبابلومون غيكونوا هما الاساسيين وغنعاودو نشوفوهم، اللي هما عيسى ديوب. عيسى ديوب. نقدر نقول عليه خضر، ولكن خضر بالمفهوم ديال انه فعلا كيقاتل، كتحس به انه كيعمل اللعب ديالو سيفير بزاف، ربما ماشي ديك التكنيسيان، ولكن راه هو من نوعيه اللعابه اللي كنا كنضحكوا كنقولوا في واحد الفتره في الميمز هذا خضار، زعما كوم كوا راه كيلعب واحد اغريسيف و ميم طون صالح للقاره الافريقيه. فراه عيسى ديوب دوماج ما استفدناش منه في الكان، نبقاو ولكن سي سا لو كا وجانا في المونديال ومزيان. ندوزو الى شادي رياض بسرعه. هادي رياض تكنيسيان. لا ماسيا اخي، لا ماسيا وكنفرح انا فاش كنشوف البالون عنده، واخد هو مدافع ولكن كيعطيك ديك ديك الاحساس ديال انا الطمأنينة بانه غادي غنتصرف. يتفرج مزيان. نمشيو اه. ن... نصير مزراوي. نصير. مقاتل. مقاتل. نوصل مزراوي. نفتح واحد القوس اللي نمروا له بسرعه بسرعه حتى عشان الفقره هذه كدوز بسرعه. فبالنسبه لي مزراوي انا الكريديت ديالو خصو يكون مضوبل على داكشي اللي كيعمل، علما انه كيلعب في واحد المركز برا المركز ديالو. مزراوي انا بالنسبه لي ديما كنقولها، مزراوي بالنسبه لي ككره انا كيمتع لي العين ديالي على حكيمي. بالنسبه لي هذا رايي، بزاف ما انا غيتفقوش شوف معايا. هذه شوف. جو بونس اي مغربي يعني متعطش للفكره انك يكون عندك لعابه كبار في المنتخب شحال هذه. فاش جا البروفيل ديال المزراوي وشفناه اول مره، راه كان سي سالوكا انا احسن لاعب يعني سيد تكنيسيان بالمعنى الحرفي. او ميم طون ماكينه ضغط، تبارك الله بوليفالون. بالنسبه لي اذا عملت واحد الكومباريزون مع حكيمي، واخا انا ما بالنسبه لي بجوج عزاز عليا، بجوج بروفيلات اللي كيعجبوني، ولكن البروفيلات اللي خلى مزيتين. حكيمي يكون حكيمي في المغرب ومزراوي ما كانش نفس الشيء، هو الاصابات وصافي. دوماج. اتفق معك. ندوزو دابا الوسط. ندوزو دابا الاكثر اهميه بالنسبه للاعين ديالنا، اللي هو ايوب بوعدي. وهذا نخليك انك ما تكونش معاه بسرعه، هدر شحال ما بغيت اخي اسمعي. لا هذا بالضبط الوصف كيستاهلوا هذه مده، وانا كنقولها له رسام. الطريقه اللي كيرسم بها في الخطوط، وكيفاش كيهرس الضغط بالتمريره وحده، او ميم طون كيفاش كيفاش الشوفه ديالو، كيفاش القراءه ديالو لمجريات اللعب. ربما هو ماشي من ديك اللعابه اللي بدنيين بزاف، اللي قتاليين، اللي ريكوبيراتور بالعنف، ولكن او ميم طون كيخرجها لك كيزولها لك وانت كتضحك. كتعرف آه كنزول لك كره وانت كتضحك. وراه هذا هو اللي ربما القياس ديالو باننا كنتفكروا به لاعب بحال بوسكيس، كنشوف تشبيه صحيح. ولو انني كنقول ان شاء الله اذا بوعد يعمل لي شوا صحاح في الكارير ديالو هاد غيمشي بعيد، النقطه وربما يكون كلاعب احسن من بوسكيس كاع، علاش لا. هاد النقطه مهمه بالنسبه اللي ذكرتي على لي شوا والخيارات اللي كيعمل لاعب في الكارير ديالو. انا بالنسبه لي بوعدي كلاعب شفتو ديجا الموسم الماضي 24 25 في المباريات. طبعا ما نقولكش انني تفرجت فيه كل اسبوع حيت غادي نكون كذاب، ولكن تفرجت فيه في بضعه مباريات في الشامبيونز ليغ، علما ان ليل قدمت واحد المسار مزيان. لعب ضد مدريد عمل مباراه خياليه، ضد اليوفي عمل مباراه مزيانه، ونفس الشيء ضد اتلتيكو، ضد دورتموند باش كانوا طاروا النادي الفرنسي. ايوب المشكل الوحيد اللي عندي ماشي معاه ولكن مع المتتبعين ومع الجمهور في المعامله. اللاعب ب 18 عام اللي كيلعب اول في سيناريو كبير ديالو ضد منتخب بحال البرازيل، كنشوف ان الضغط اللي خصو يكون على اللاعب خصو يكون واحد الضغط متوازن. الضغط لانه ما يقدرش يحطمه او لا يحرقه بحال اللي كنقولوا بالعاميه، وفي نفس الوقت ضغط اللي ما يقدرش انه يخليه يترخى ويعرف ان المركز ديالو موجود في ارضيه الملعب وانه دائما غيضمن الاساسيه. كنشوف ان المثال اللي خصو يحتذى به اللي هو عز الدين أناحي، اللي كنظن ان بزاف د الناس نقطة التحول ديالهم مع أناحي هي المباراة ضد اسبانيا في كأس العالم قطر 2022 ومور داك التصريح الشهير د لويس انريكي ديال مادريميا نوميرو 8. هذا كيف ما كنقولوا خلى الناس انها تشوف أناحي بواحد النظرة انه سوبر ستار. وانا بالنسبه لي في حد الساعه في المنتخب كاين سوبر ستار واحد
الالقاب ديالو الكارير ديالو كتشهد عنه بسبب الخيارات ديالو الجيده اللي هو اشرف حكيمي. واي وي لاعب وي. خصهم يكونوا فحال بعضهم بالنسبه من ناحيه المستوى. بقى في نقطه الضغط على اللاعب، فاللاعب يستحق انه تعطاه فرصه، وكيف ما كنقولوا بشويه عليه، لانه لاعب عنده في رجلو كيف ما قلت. المقارنه ديالو ببوسكيت وان الناس كتشوف فيه بوسكيت تشهد لك على هذا الشيء، علما ان بوسكيت واحد اللاعب من الافضل في التاريخ في المركز ديالو، اذا ما كانش هو الافضل حسب نظر بزاف اخرين. تقريبا قلتي كل شيء ادي في هذه النقطه، ونقدر نعزز لك واحد النقطه ان أناحي هضر على حسيت بانه حس بهذا المعنى وحس بهذا امم الكلام، خاصه في الكونفيرونس دو بريس. لا شتي في واحد السؤال كان قال ان احيانا واحد الماتش كيقلب لك الكارير ديالك كلها. ربما فريمون عاونوا بزاف ديك الماتش ديال اسبانيا، ولكن في فينالمون خلاه يتغر نوعا ما، ديك الشيء ربما خلاه انه اثر عليه على المدى البعيد، بلي شوا ديالو بزاف ديال الحاجات اللي كانت في الكارير ديال اناحي ما نبغيوش بوعد يدوز منها، باش نكونوا واقعيين. ما حدنا في اناحي. خلينا نكملوا في اناحي. اناحي في كلمه خايف معي. اي كسول، ما نقولش كثر. متفق معك من الناحيه. ندوزو من اللاعب. باش عنده بزاف، باش ها يوضح للناس، عنده مستوى خارق ما عنده كيعطيناش البوتنسيال يديك ما كامل. كيستغلوش كيف ما كنقولوا. ما كيعطي هو كتحس به ان اللاعب احيانا كيبقى يتامل في الهجمه واش نجري ولا بلاش. مهم. ملي كتوصل لهاد القناعه انك كتبغي الانرجي ديالك تقسمو وانت في واجب وطني، فهذه نقبلها اذا كان في فرقه. اه مع منتخب لا. كنظن بالنسبه ل في هذه النقطه ما متفقش معك. كنظن بالنسبه ل فرقه لا منتخب، حتى في الفرقه خصك تعطي اللي عندك كامل، في المنتخب خصك تعطي اللي عندك كامل. علاش؟ حيت شتينا كتسمى ان جوور بروفيسيونيل. وفي ملي كنهضروا على الناحيه انك بروفيسيونيل، فكيتحيد بزاف د الحاجات، كيتحيدوا هاد العواطف، كيتحيدوا هادشي كامل. رغم انني غنبقى في نقطه ان اللاعب كيبقى انسان وديك الهضره كامله، ولكن هو ما حدو لاعب بروفيسيونيل خاصو يعطي 100% ديالو. متفق معك انه يقدر يجيري الانرجي ديالو على حسب المباراه، ويوصل لواحد لو مومون ديال انه مثلا الدقيقه 60 وباقي قادر يعطي. ولكن لاعب بحال اوناحي اللي كنشوفه حتى الدقيقه 60 ما بقاش يقدر يعطيها كامله، لاعب اللي خصو يعيد النظر في نفسه. والمركز ديالو قلت وغنعاودها، المركز ديالو هو اكثر مركز مهدد لحد الساعه في المنتخب، انه سمير مرابط يقدر ياخذوله وبلال الخنوس يقدر ياخذوله في حاله رجع الدين الزلزولي. الطالبي ممكن ياخذ ديك المكان ويكون تعديل في التشكيله ككل، يعني باش نكونوا شمس الدين واقعيين. الطالبي عندي راي فيه متحفظ بالنسبه لي. شمس الدين الطالبي كنشوف امكانياته مزيانه، ولكن بالنسبه لي انا كنشوفه لاعب محدود الامكانيات. هذا لا رايي هو فيه. لاعب شمس الدين اللي بزاف ما فهمش انه ماشي ماشي هو الزلزولي. لا لا حتى كاين علاقه. فرق كبير. هو لاعب ديال افكار مدرب، من نقزو اللعابه اللي ن... اللي يعطيك، باش من اللي يطبق التعليمات بالحرف. باش ما نفلتوش من الطريق، نبقاو في واه. اللاعبين الوسط الاخر واحد، وباش نمشيو للاعبين الهجوم نساليو بهم، وايضا ندوزو التوقع ديالك المباراه، وبذلك يكون الختام. وصلنا من لاعب نادي روما نائل العناوي. جرار ماكينه ماشين. متفق معك 100%. نائل لاعب اللي شنقول لك، الوجود ديال بوعدي معاه غيعاونو، والبوعدي خصو يعرف ان الوجود نائل العناوي هو افضل حاجه تقدر تكون عليه على المدى الطويل. علاش؟ حيت ان العناوي لاعب كيف ما كنقولوا تكامليه كيدمر، واه. كيخدم، كيخلي اللاعب الفنانين. رغم ان العناوي براسو راه فنان بكره، ولكن كيخلي اللاعبين الاكثر تكنيسيتي انهم يظهروا، خصوصا ما كيخليهمش يعملوا ديك الجهد، وان اي بلاصه مشيتي غتلقى العناوي كيغطيها. ندوزو ديريكتومون للجناح الايسر. ما عرفش شكون غيكون، اذا نخليك ليلك انت تقترح الجناح الايسر. واش بلال الخنوس، واش شمس الدين الطالبي؟ هادي ليلك. بلا الخنوس ربما الفكره ديال التوظيف ديالو هي فيها شويه، شفنا فيها بزاف ديال الحريات اللي تعطات في الماتش ديال البرازيل. القرب ديالو للمنطقه او ميم طون كيميل بزاف لليسار واليمين، او ميم طون راه كان ريكوبيراتور مزيان. امم يعني حتى الضغط المنتخب راه ما كانش كيبدا من وسط الميدان، بل كيبدا من دم المناطق ديال الخصم. اها فراه التطبيق ديال الافكار كان كيتطبق بشكل سلس، وكنا كنشوفوا حتى اللامركزيه ما بين الصباري والخنوس. اه حتى وكنظن اون برانسيب حنا كنهضروا على بجوج لعابه نيميرو 10.
باش وحتى نتفقوا. اذا هضرنا حتى على، اسمح لي قطعتك، واذا هضرنا حتى على الجناح الايمن ديالك، فهو في الاصل ماشي جناح ايمن ونيميرو 10، ولكن مع الوقت رجع انه يقدر يميل للجبهه اليمنى اللي هو ابراهيم. انا بالنسبه لي النقطه ديال وي. اللاماركازيه كيف ما ذكرتي تقدر تكون بيناتهم بثلاثه، حيث ان يقدروا يبدلوا المراكز. ولكن انا كنشوف ما حدك دابا ذكرتي الخنوس، اذا بالنسبه لي لك الخنوس هو الجناح الايسر ديال لا المنتخب. شوف الخنوس يعني بشكل كبير بادئ اساسي، وغيكون عاود غيكون الرفيق ديالو في هذه المباراة ربما دياز مرة أخرى. وكيف كتبقى ربما النقطة ديال السيباري، واش السيباري السيباري كنظن غيلعب غيعاود. بنفس الأدوار؟ بنفس الأدوار. أنا كنشوف هذه رؤية، ما عرفتش بزاف واش يتفقوا معايا. ممكن يكون تعديل في خط الوسط ككل، الخنوس يهبط أكثر، ونشوفوا رحيمي الورقة د رحيمي كتكون في الماتش، يعني يمكن. اللي تخوا اللي يكونوا عندنا رحيمي السيباري ابراهيم دياز. هذا خط هجوم المنتخب اما الوطني هاد المغربي. النقطه اذا هضرنا الجناح الايسر، فالجبهه اليسرى د المنتخب كامله راه تقدر تاناليزيها وتاخذ فيها وقت. فاذا هضرنا على لي زوبسيون اللي نهضروا ماشي بواحد ما نهضروش بلي ديتاي وبلي مو تكنيك اللي يكونوا صعابين، نهضروا بواحد السلاسه. مثلا الجناح الايسر، اذا كان عندك واحد الجناح الايسر اللي القوه ديالو هو انه يميل انه يدخل للعمق اكثر، فانت هنا كتحتاج لاتيرال اللي كيدوبلي من مور ديك اللاعب الجناح. وهاد اللاتيرال في مزراوي ما عندكش. علاش؟ حيت مزراوي لاعب اللي كيلعب بالرجل اليمنى ديالو وكيميل انه يدخل لداخل باش يقدر عادي يسونطري، وانه كتعذبوا في الناحيه الهجوميه. نهضروا على لوبسيون الثانيه. لوبسيون الثانيه اللي هي كانت اكثر منطقيه، لان مزراوي هو اللي كيميل للعمق في الناحيه الهجوميه، وكيكون عندك جناح ديال الطرف بحال الزلزولي اللي هو كان اوبسيون مثاليه. هاد النقطه هذه يمكن نشيروا ليها في مباريات اخرى. ننتقلوا دابا لجوج لعابه اللي بقاو بسرعه، وقبل ما نشوفوا التوقع ديالك من هذه المباراه، اللي هما ابراهيم دياز واسماعيل سيباري. نبداو بالجناح الايمن. ابراهيم. ابراهيم ما نقول عليه مثابر، الكارير ديالو كلها عباره على واحد المثابره وتتواضع من اللعابه اللي كتحس به انه ما كيحسكش انه كيلعب ديال ريال مدريد. حاجه وحده هي ما كان كيعيب اناحي في الماتش الاول، كان شويه نوعا ما كاين في دياز رغم الاسيست الجميل اللي قدم، هو ديك كثره الاحتفاظ بالكره ببعض هي الوضعيات النقطه اللي اللي خصك كنت تلعب غنذكرها، بالساهل. هي النقطه اللي كنت لعب غنذكرها. خفيف. حيتاش ابراهيم. دياز وين. ابراهيم انا متبعه من مده هذه بكونه انه كيلعب في مدريد ولعب في فرق كبيره، فرق اللي تينا كمتابع دائما كتبقى متبعهم دائما. ابراهيم واحد اللاعب اللي كيذكرني بلاعب واحد دائما، ما عرفتي واش تتفق معايا ولا لا، اللي هو لاعب لعب في مدريد نيت، اللي هو ايسكو. ايسكو كان في واحد الفتره قبل من مجيء زيدان كان يعيبه الاحتفاظ بالكره بكثره. لاعب اللي كتكون طالع فاش ما وي. بحال اللي كنقولوا كيبقى يدور ويبقى يعوج فيها ويرجع وهذا، وانه كيبغي يقدر يعمل. كيبغي هو يهندس الهجمه اه. الطريقه ديالو. والهجمه كتقدر وي تكون والهجمه كانت كتقدر تكون انها دوز بسهوله. بالنسبه وي. لابراهيم، كيف ما ذكرتي في النقطه الاولى اللي شرتي ليها، اكزومبل فات ما هو لاعب، اصبح ابراهيم اكزومبل اخلاقي بالنسبه للمنتخب. كيف تانتيغرا، كيف لعب في مدريد اللي لعب ودا تشامبيونز ليغ، كان لاعب مهم، لاعب اللي تانتيغرا بسلاسه. وبالنسبه لي بزاف د الناس غيقولوا هذا هو النورمال. هذا هو النورمال، متفق معك، وجميع اللاعبين خصهم يكونوا هيدا. ولكن صعيب انك تشوف ان لعابه كيعملوا هادشي اللي عمل ابراهيم، انه تانتيغرا في منتخب بسلاسه، دخل مع اللعابه كان داكشي راه موالف عليه. والصعوبه انه وي. يتانتيغرا في الثقافه اللي هو لاعب ذو اصول مغربيه، ولكن انه ما ترباش بثقافه مغربيه، تربى بثقافه اخرى، دخلوا تانتيغرا بسلاسه. وكنشوفوا دابا كيف هو مانتيغري في المجموعه. باش نختموا هذه النقطه ديال اللاعبين، نساليو باسماعيل صباري. نقدر نقول عليه الوصف ديال اسماعيل شكل، ولكن ملهم. انا بالنسبه لي من اكثر الشخصيات اللي ربما اذا هضرت عليه ككاركتير، ربما لا القصه ديالو، ربما اديب انت عارفه انه كان عنده مشكل حتى في المشي، كان ممكن انه ما يمشيش اللعاب، ممكن ما كانش يكبر اسماعيل اللي كان عارفه. ولكن اسماعيل القصه ديالو كميه الصعوبات اللي لقى، او ميم طون حتى هو كجوور، كميه الانتقادات اللي دا على امم البوا انه غليظ كذا، بينما الحقيقه لا، اللي هو اسماعيل. هيداك يعني بصفر دهون. باش نذكر بتصريح مدرب بيس بايندوفن اللي قال ان اسماعيل راه ما عندوش دهون. فيزيائيا اسماعيل هيداك بديك الطريقه هكذا خلق وهكذا غيبقى دائما. ولكن بالنسبه لي انا اسماعيل لاعب لي تكنيكمون بحال اللي كنقولوا هربان بزاف تكنيكمون في هربان بزاف. رجلو، ولاعب اللي يقدر
التوظيف ديالو اذا كان حسن غادي تشوف منه ما اكثر. وبهذه المناسبه هذه راه سي نهنئوه سا لوكا، سي سا لوكا، باش نكونوا واقعيين، راه تظلم بزاف فتره وليد الركراكي بهذه من اللعابه المناسبه. اللي اللي كانوا مظلومين في فتره وليد حيتاش كان الركراكي، يستحق. ومزيان ان وليد وشوف باش نكونوا واقعيين، حيت غنرجع حتى لتصريح عادل رمزي على هذا اللاعب. اش قال؟ اذا كنا كنهضروا على اللعابه د الكاليتي بحال حكيمي وبحال اللي كاينين في المغرب، راه اسماعيل السيباري ديما راه معاهم. هذا الكلام راه ماجي من مكون اللاعب، ومن السيد دائما كان كيشوف التطور د هذا اللاعب اللي هو عادل رمزي، المدرب المغربي اللي كيدرب المنتخب في الفئات السنيه ديال المنتخب الهولندي. او ميم طون تكلم، كان في اخر تصريح كان قال انه توظيفه في الفوناف واخا انه ينجح فيه، ولكن كيبقى ماشي هو المكان المفضل اللي ممكن انك تخرج منه الماكس. راه باقي اسماعيل السيباري في تقدر ماتشات اللي يلعب فيهم 10 ومتحرر غنشوفوا غادي منه شي تشوفوا حاجات اسماعيل اكثر حسن. اللي شفنا حتى دابا. متفق معك. وبهذه المناسبه نشيروا ان اسماعيل وصل لواحد المستوى دابا اللي عالي بزاف، ونهنئوه على حساب الانتقال ديالو لنادي انتقال بايرن ميونخ. للبايرن. لاعب اللي غيعطينا البايرن، متاكد انه غيعطي البايرن، خصوصا في ديك المركز اللي البايرن كتعاني فيه كثره الاصابات، مع جنابري مع موسيالا اللي ماشي لاعبين ديال الريتم ديال بزاف د المباريات. سالينا من هذه الفقره هذه. اخر حاجه اسماعيل، توقعك لنتيجه المباراه قبل ما نخليوك و تغادرنا ونتلاقاو في مناسبة أخرى. اسماعيل التوقع ديالك لهذه المباراة؟ 2-1 للمغرب ان شاء الله. شكون المسجلين؟ المسجلين صعيب تكهن، ولكن احساسي ربما رحيمي يقدر يضرب الشبكه اذا دخل اليوم. اي متفق معاك. رحيمي لاعب لي افيكاس، ولاعب اللي عنده ديك بحال اللي كنقولوا الخبث الكروي. يقدروا الناس بالنسبه وي لي ما كيعجبوهش كيجيهم حاجه سلبيه. انا بالنسبه لي اللي غنبقى ديما نقولها، كيعجبني داك اللاعب اللي خبيث، كيعجبني داك اللاعب اللي كيمثل على الحكم وكيربح ركله جزاء، ديك اللاعب اللي كيضيع الوقت. انا بالنسبه لي هذاك اللاعب التيب د اللاعب كيعجبني، ورحيمي فيه ديك الشيء. وبالنسبه لي التوقع ديالي غادي تكون واحد النتيجه ديال 2-1. فدفاعيا باقي كنشوف انه باقي يكون التحسن، ولكن ما يعني كنشوفوش نفس دابا. التوقع، واش ماشي 2-1 للمغرب؟ طبعا. وصافي، حيت يعني كنشوف اتفقنا انا وياك. كنشوف اسكتلندا يمكن تصعب عليك المباراة، ولكن او تسجل تقدر تماركي، كان من ان التكنيسيته د المنتخب انها تقدر تفيدو. تفوق على و العمالقه ديك قوم عاد. تفوق على ماكتوميني، جون ماجن والى اخره. اسماعيل، تشرفنا بالحضور ديالك معنا شكرا لكم، ان شاء اول الله مره، بهذا وباقي مرات اخرين. المناسبات. اول مره كما ان قلت، شاء باقي الله مرات اخرين. راه معكم في المونديال ان شاء الله. قول المشاهدين نطلق. ديالك راه مونديال استثنائي ان شاء الله ندوز. مازال يلا. اسماعيل عندكم الحظ اننا لحد الساعه باقي كنتفقوا. في طوال الموسم غادي تشوفوا حاجات اخرين من غير هادشي اللي دابا، من غير هاد الكومبليسيتي اللي كاينه. دراري، نشوفكم في فيديو ماجي. تشاو تشاو.